الوصفة بتاعت النهاردة يا جماعة برتغالية واسمها بومبا. عايزة اقول لكم من اشهر المحلات ومن اعلى المحلات حرفيا. عايزة اقول لكم ان هي لسه منزلتش مصر، بس انا قلت لازم اجربها معاكي. يلا نبدأ كده على الفيديو والمقادير. والوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا، بس قبل ما نبدأ يا ريت اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ويلا نبدأ على الفيديو بتاعنا الجبار التحفة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، ولسه مكملين يا جماعة اكل المطاعم في البيت. بصوا الجمال، يا نهار ابيض على الوصفة البرتغالية دي. اول حاجه معايا كده بسم الله بيضتين، ماشي، ومعايا معلقه ونص من السكر، ومعايا كيس خميره فوريه، ماشي زي الفل. احط رشه من الملح، ربع معلقه مثلا. احط كوبايه من اللبن واقلب كل ده كويس زي ما انتم شايفين كده اهو، ماشي. هنا يا جماعه الدقيق حسب ما العجينه بتاعتك تاخد دقيق. انا مثلا ماشي معلقتين من الزيت زي ما انتم شايفين كده اهوت، ما شاء الله، ماشي. انا معايا كوبايه ونص من الدقيق، بس انا احتجت في الوصفه دي كوبايتين او كوبايتين ونص كمان من الدقيق. تمام، ادي اول كوبايه معايا، على حسب ما العجينه يا جماعه تلم منك. تمام، على حسب بقى انت دقيقي غير دقيقي غير الكلام ده كله. ممكن الوصفه بتاعتك تاخد كوبايتين، تاخد 3، على حسب. بصوا يا جماعه، كل ما تحسي ان انت بتحطي دقيق بتبقى ايه سايحه زي معاكي، تفضلي تحطي دقيق لغايه لما تتلم في ايديكي. تمام كده، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، الله اكبر. الوصفه شغاله زي الفل. انا عايزه كده كده العجينه في الاخر تكون بتلزق، بس طبعا ما بتلزقش قوي كده. شايفين يا جماعه؟ لا طبعا انا مش عايزاها كده خالص. هحط لها كوبايه كده من الدقيق كمان، ماشي. وكل ما تحتاج معايا دقيق ولا حاجه هحط لها. خلاص كده. في الاخر خالص اخر خطوه يا جماعه، طبعا هتبقى مسحه زيت كده في ايديكي عشان تلم العجينه كويس جدا. العجينه بتاعتك تعرفي ان هي خلاص بقت تمام التمام ازاي؟ لما تتلم من الطبق. اول ما تبدا ان هي تتلم من الطبق خالص والطبق يبقى معاكي نظيف كده وزي الفل، يبقى كده العجينه معاكي تحفه. ابصوا يا جماعه ما شاء الله. حط بقى كده نطره زيت في ايديا، بصوا، وافضل بقى ادعك فيها لغايه لما تبقى ناعمه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله اهوت. هجيب بقى كده، عندك كيس بلاستيك مفيش مشكله، عندك استرتش راب، ماشي، كيسيها كده اهوت. وفي حته دافيه، فرن البوتاجاز بقى في اي حته دافيه كده اهوت معاك، عبال ما تخمر نعمل الحشو. انا معايا هنا بانيه، ماشي، مقطعاه قطع صغيره جدا بالمقص زي ما انتوا شايفين، على الناشف كده على طول. معلقه فلفل اسود كبيره، ومعلقه من السبع بهارات، ورشه من جوز الطيب، ماشي، ومعلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه بابريكا، ومعلقتين من الزيت. وهقلب كل ده كويس جدا جدا كده على الني. خلاص. وبعد كده احط طاسه على النار اسخنها كويس جدا جدا، عشان اول ما احط البانيه بتاعي بتاخد صدمه كده. على فكره الحشوه اختياري زي ما انت عايزه. هي الحشوه بتاعتها اصلا الاساسيه باللانشون، بس انا قلت طالما الولاد هياكلوا منها خليها بانيه احسن. خضار بقى عندك مفيش مشكله، جبن عندك مفيش مشكله، اي حاجه يا ستي. كل الحشوه اختياري. هوت ما شاء الله. انا سخنت الطاسه ونزلت فيها على طول قطع الفراخ بتاعتي زي ما انت، مش هزود زيت ولا اي حاجه. انا هعتمد على المعلقتين الزيت اللي انا حطاهم في التتبيله، ما شاء الله. بصي معاكي زي الفل. اهم حاجه تبقى النار في الاول كده عاليه عشان ما تنزلش ميتها. وانتوا كده كده عارفين ان قطع الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، وانا مقطعاها زياده عن اللزوم، فاهمين قصدي؟ فان شاء الله مش هتاخد معاكي وقت خالص. ما شاء الله. بصوا يا جماعه اللون اتغير والمادي كان تحفه. طبعا انا نسيت احط الملح وحطيته هنا. تمام، انا ما حطيتوش في الوصفه بتاعه البانيه وحطيته هنا في الطاسه اهوت على نار هاديه كده. خلاص بقت زي الفل معايا اهيت، ما شاء الله، جوسي كده وتحفه. الحشوه كده جاهزه معايا وزي الفل. نركنها بقى، انا عايزاها تكون بارده خالص عشان الاضافات اللي انا هحطها عليها ما تسحش فيها. خلاص بردت معايا. اهم حاجه في الوصفه دي موزاريلا، ماشي. معايا قولي نص كيس كده موزاريلا، لان انا عامله ما شاء الله 10 كور والحجم بتاعهم كبير. هي برضو اساسي في الخطوه في الحشوه الجبنه الكريمي، اي نوع جبنه كريمي عندك، لافاشكري، الجبنه اي نوع. اهم حاجه كده تحطيها عشان تمسك تربط الحاجات دي. يعني الجبنه الكريمي هي اللي هتربط لك الربطه دي كلها. تمام، انا هوريكم برضو شكل الجبنه الكريمي يا جماعه اهيت، ما شاء الله. لو على فكره لو جبنه بيضه مفيش اي مشكله خالص، المهم ان هي كريمي زي ما انت شايفه كده. هقلب بقى كله في قلب بعضه زي ما انت، ما شاء الله كده. خلاص يا جماعه الحشوه بقت عندي جاهزه، ماشي. وزي ما قلت لك الحشوه اختياري، عايزه تحطي جبن بس، عايزه تحطي فلافل، عايزه تحطي سبانخ، عايزه تحطي خضار، اللي انت عايزاه. هي ما شاء الله بصراحه انا اول مره اعرف اعملها واول مره اعرفها اصلا، وان شاء الله
مع يعني ان شاء الله بعد كده يعني هعملها لكم ان شاء الله بجميع احوالها. يعني كده ما شاء الله العجينه معايا اختمرت وبقت زي الفل، اتضاعف حجمها اهوت. هقطعها بقى لكور صغيره كده، مش صغيره قوي. بصوا الحجم يا جماعه، ده الحجم اللي انا عايزاه ماشي. لان هي ما شاء الله لما بتخلصيها بتبقى كوره كبيره سميكه كده. عايزه اقول لك الله اكبر ما شاء الله، انا خلصت الكميه كلها اللهم بارك. هسيبهم كده بقى معايا كيسين من الفيجيتار على شويه بقسماط كده، وهقلب كل ده كويس في قلب بعضه. عايزه تخليها فيجيتار بس مفيش اي مشكله، بس انا ما لقيتش عندي غير كيسين فقلت مش هيكفوا. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهجيب بقى نطره بس من الزيت كده عشان العجينه ما تلزقش معايا في الرخامه، وهحط العجينه زي ما انتم شايفين. انا بضغط عليها بس انا مش عايزاها تكون رقيقه قوي ماشي، انا عايزاها تكون سميكه كده عشان ما تفتحش منك في الزيت. ما شاء الله بصوا انا بحط كميه الحشو قد ايه، ونقفل كده اهوت على طول زي ما انتم شايفين. انا في الاول صباعي ما كانش متعور، وللاسف اتعور في النص، فانا كنت لازم اكمل الوصفه. انا هخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين. واحده كمان بس نصيحه اخويه، ان انت لما تيجي تفردي العجينه بتاعتك تتك على الطروف وتسيب النص عالي. ليه بقى؟ عشان انت كده كده لما بتضميها كده فانت بتحطي العجين على بعضه. تمام، انت كده فهمت قصدي. انا كده اخلص الكميه معايا كلها زي ما انتم شايفين اللهم بارك. بصوا يا جماعه 10 كور الله اكبر، يعني كل فرد ياخد كره تشبعه جدا. هجيب الكره بقى بتاعتي كده اهوت، واقوم منزلاها في الميه ومطلعاها على طول على الفيجيتار والبقسماط زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. اخلص الكميه كلها معاكم بنفس الشكل كده. نعمل واحده كمان عشان اوريكم الجمال. عايزه اقول لكم ان ملمسها تحفه والشكل بتاعها تحفتين. انا كده خلصت يا جماعه زي الفل اهوت. احط طاسه زيت كده على النار، واول ما تبدا تسخن هختبرها الاول ان هي سخنت. احط نقطه كده من العجينه، خلاص طلعت معايا على الوش يبقى كده زي الفل. اقوم منزلاها كده وعلى طول يمين وشمال عشان ما تستويش منك من حته بس. شايفين الجمال يا جماعه؟ الله اكبر بجد. الوصفه كانت تحفه، اختراع بمعنى كلمه اختراع. اتمنى لو جربتيها تقولي لي رايك فيها. اهوت ما شاء الله يمين وشمال كده لغايه لما تاخد اللون البني اللي انتوا شايفينه. انا مش هغمق اكتر من كده. بصوا ما شاء الله. تعالوا نطلع بقى كده عشان نقسم بقى ونشوف الجمال والحلاوه ماشي. عايزه تزودي طبعا موزاريلا عشان تبقى بتشد معاكي كده، زودي براحتك خالص. بصوا الجمال. تعالوا نفتح واحده كده بقى ونشوف التحفه بجد. مش عارفه اسميها كرات ايه دي بجد، يعني من كتر جمالها وحلاوتها ما شاء الله اللهم بارك. بجد حلوه جدا وبتشبع جدا.